راقب أفكارك لأنها ستصبح مشاعر. لازم نراقب أفكارنا، كل فكرة بتجيلنا نراقبها. طب أنا بتجيلي حوالي 60,000 فكرة في اليوم، هقعد أراقب 60,000 فكرة؟ فاضية أنا بقى، صح؟ لا، مش فاضية. مش هنراقب 60,000 فكرة، هنراقب الأفكار اللي بتولد لنا مشاعر. يعني أنا قاعدة في أمان الله دلوقتي، فجأة حسيت إن أنا حزينة. أبدأ أشوف إيه الفكرة اللي جاتلي خلتني حزين، يبقى أكيد دي فكرة سلبية. أبدأ أتتبعها وأشوفها وأغير التردد بتاعي وأحاول أفكر في حاجة إيجابية، ألاقي نفسي بقيت سعيدة ومبسوطة. إيه ده بالسهولة دي؟ بالسهولة دي. لما تراقب أفكارك أنت اللي هتتحكم في مشاعرك. لما تراقب أفكارك أنت اللي هتقرر تبقى سعيد ولا تبقى حزين. لما تراقب أفكارك أنت اللي هتقرر أخلي مشاعري إيجابية ولا أخليها زي ما هي سلبية.